السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي أحسن حال. النهاردة كده زي ما انتم شايفين معانا يعني أكلة خفيفة قوي وكمان يعني بقيت أكل امبارح، يعني أنا بعمل بواقي لأكل امبارح. فكده زي ما انتم شايفين معايا بقى العدس اللي هو البني ده، معايا 4 طماطمات وقرن فلفل وبصلاية، وزي ما انتم شايفين كده بقى حطيت المية في الخلاط، وكمان بنزل بقى عليها كده بالطماطم، وهحط بقى البصل وهحط كمان قرن الفلفل وهنخلط بقى مع بعض. انا بعمل كله ني في ني، مش بحب اسبكله. اهو كده بقطع بقى البصلايه وبعدين بقى هديها ضربه كده، وبعدين هنزل بالتوابل، بس مش كل التوابل يعني، انا بس عشان ايه يعني تعمل طعم للطماطم بس. واهو كده زي ما انتم شايفين هنخلط بقى كده مع بعض. تعالوا اشربوا شاي يا جماعه. او كده كنت بقول هنا ما تنسوش تحطوا اللايك. لا اله الا الله. هنا بقى ضربتها ضربة كده، وطبعا بقى هاخد العدس اشوف برضو عشان لو في اي حاجة اطلعها منه. ده يعني ما يكملش ربع كيلو تقريبا يعني، او ربع كيلو حاجة زي كده، مش فاكرة بصراحة هو الكمية دي كانت قد ايه. كان عندي بقى طبق مسقعة من امبارح، وكمان بنحب بقى جنبه نقطع البصل نحط عليه خل كده، ولو في خضرة في كابوتشي زي ما انا كان عندي كده، او خس او خيار مخلل كده، يعني بيبقى الحاجات دي جنبه بتبقى حلوة. اهو كده بقى نقيته كله اللي كان في الكيس، وهبتدي ان انا بقى اشطفه شطفة كده حلوة. وبعدين مش هزود مية، يعني مثلا كوباية مية واحطه على النار، وبعدين افضي بقى معاه اللي انا عملته في الخلاط. العدس مش للكشري المصري بس، في ناس على فكرة بتطبخه، وفي ناس برضو ما تعرفوش، مش كل الناس عارفة الطريقة ديت، بس احنا يعني متعودينها من تيتا الله يرحمها، وكمان ماما كانت بتعملها لنا على طول. هنا حطيت تقريبا يعني زي كوباية مية كبيرة كده. هاخد بقى كده فصين توم، بس للأسف التوم مش هيتفرم كويس، هاخده معايا تاني من الحلة يعني، وهقطعه كده بالسكينة. اهو كده اديته شطفة بقى وحطيته في الخلاط. وهنا بقى هحط البهارات، حبة فلفل اسمر، واحط حبة كمون. الملح بقى انا حطيته في الاخر بس ما جاتش اللقطة دي. برضو مش بزود الملح عشان خاطر كل ما العدس بيغلي بيحدق، فالافضل يعني ان انتي تخلي الملح دوت للاخر، اللي هو ايه تحطي الملح ياخد غلوة وبعد كده تطفي على طول. هنا حطيت بقى زي ربع فنجان من الزيت كده، لاني طبعا ولا قطعت بصلة ولا سبكت ولا صفرت اي حاجة ولا عملت اي حاجة، هو كله كده ني في ني في الحلة، وطلع زي السكر والله. جربوه بس بنفس الطريقة ديت وهيبقى جميل والله. حطيت عليه على فكرة معلقة سمنة بلدي في الاخر يعني. اهو كده بقى كنت مولعة طبعا على العدس اهو، مش بكتر المية برضو فيه، ولو حسيت ان هو لسه يعني عايز سوا بكون طبعا غالية مية، واقوم جاية حاطة ايه من المية اللي انا غلياها، عشان خاطر العدس يا جماعة عامل شبه اللحمة بالظبط، بي
بيبقى لو حطيتي مياه ساقعة بيجرمز معاكي ومش بيستوي على طول، فلازم تزوديله مياه سخنة. هنا كده بقى خلاص بدأ يغلي يعني، وهنا كده خلاص بقى دخل في السوا. وهو كده بقى زي ما انتم شايفين كنت محضرة بقى طبق المسقعة اللي انا كنت شايلاه، وهنا كان عندي كابوتشاية قطعتها، ومعانا بقى هنا العيش البلدي اهو. هغرف بقى كده وخلاص كده هو استوى. شايفين لونه عامل ازاي؟ ادم بقى واقف لي اهوت مش ساكت خالص، يفضل يقفل لي في عين البوتاجاز ويفتح فيها وما بيبطلش. فده كده كان الغدوة بتاعتنا النهاردة اهو كده زي ما انتم شايفين. هنسخن بقى العيش وهنعمل بقى كوبايتين شاي حلوين كده، بنحب ان احنا نبلع بالشاي على فكرة جنب الاكل. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، واشوفكم بقى في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك بقى ليا والاشتراك والكومنت الحلو منكم، وان شاء الله قريب جدا زي ما قلتلكم هنصور روتين للشقة كلها او ممكن اوضة اوضة. واشوفكم بقى في فيديو جديد ومع